يا ثوار شعبنا وجيشه الحر، لقد قدمتم من أشكال التضحية والبطولة ما تعجز الكلمات عن وصفه، ومن الصبر والإصرار على نصرة شعبكم وأهلكم ما فاق كل تصور. تقدموا تقدموا، وأنا جندي في صفوفكم، وإننا لمنصورون بإذن الله. أنت ابن أمة عظيمة، يجب أن لا تعبه في يوم من الأيام من الدخول في أي مناورة أو معسكر أو معركة ضد هؤلاء الأعداء المجرمين. كنا جبالا في الجبال، وربما صرنا على موج البحار بحارا. لم نخش محتلا يعاندنا ولو بدل المنايا حولنا أسوارا. بمعابد الإفرنجي كان عدالنا، قبل الكتائب يفتح الأمصار. لن تنسى إفريقيا ولا صحراؤها، سجداتنا والأفق تقذف نارا. السلاح هج. سيد العميد، استأذن ببدء العرض العسكري. المقدم احمد شملي، قائد العرض. حاضر. يحشود أجناده ويعتد للموقف الفاصل. هو الحق يحشود أجناده ويعتد للموقف الفاصل. فصفوا الكتائب آساده ودكوا به دولة الباطل. آه 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 نبي الهدى قد جفونا الكرى وعفنا الشهية من المطعم. نبي الهدى قد جفونا الكرى وعفنا الشهية من المطعم. نهضنا إلى الله نجل السرى بروعة قرآنه المحكم. والحق يحشود أجناده ويعتد للموقف الفاصل. والحق يحشود أجناده ويعتد للموقف الفاصل. فصفوا الكتائب آساده ودكوا به دولة الباطل. آه 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 ونشهد من دب فوق
فوق الثرى تحت السماء عزة المسلمين ونشهد من دب فوق الثرى وتحت السماء عزة المسلمين دعاة إلى الحق لسنا نرى له فتية دون بذل أوصيكم بالتحلي بأعلى درجات الانضباط العسكري والالتزام ببنود القانون الدولي الإنساني، فجيشنا الوطني السوري يمر بمرحلة مهمة عنوانها الانتقال إلى المؤسسة العسكرية الاحترافية. هذا يتطلب منا بذل أقصى درجات الالتزام والعمل. نرحب بكم بهذه الدورة التي أسميناها باسم القامة العلمية الفريدة تخليدا لاسمه وعربون احترام وتقدير لهذا العلم الذي أبى إلا أن يكون من أوائل الضباط من ذوي الرتب العسكرية العالية الذين انشقوا عن هذا النظام المجرم وانضم إلى صفوف الثورة المباركة إلى جانب أهله وشعبه. إنه اللواء محمد فارس رحمه الله وأسكنه فسيح جنته. ومن موقع هذا أدعو جميع القادة إلى أن نؤثر حظوظ النفس وتغليب المصلحة العامة والسعي إلى توحيد الصف تحت المسمى الجامع الجيش الوطني بما يحقق مصلحة ثورتنا وأهلنا في المحرر. أنتم لواء السمرقند، فتذكروا فاتح سمرقند القائد العربي المسلم العظيم قتيبة بن مسلم الباهلي، وهو يشق لهذه الأمة فجرا في شرق البشرية. وأنتم أبناء وفي معسكر ملاذ كرد، فتذكروا القائد التركي المسلم البارسلان الذي قاد معركة ملاذ كرد وشق لهذه الأمة فجرا في غرب البشرية. فأنتم الجناح المسيطر على هذه البشرية. إننا أمة ربما تستتر لكنها لا تنكسر، وبفضل الله وزنودكم وقوتكم وإصراركم ستعود هذه الأمة إن شاء الله إلى سابق عهدها. أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أن أكون خادما وفيا للثورة السورية المباركة أدافع عنها وأحمي علمها وأعمل على تحقيق أهدافها. سيد عميد، استأذن بإنهاء العمل العسكري المقدم أحمد شميل.